ازيكم عاملين ايه؟ This is دكتور شيماء. ازاي تحافظي على صحة ابنك وتحميه من السمنة؟ في الفيديو ده هقول لكم على نصايح ازاي تحافظي على ابنك او بنتك من السمنة. اول حاجة لازم تاخدي بالك منها هي البيئة المحيطة بالطفل، يعني انتي وباباه وجده وجدته هو بيتأثر بيكوا جدا. لو هو شايفكوا طول الوقت بتاكلوا اكل مش صحي او بتاكلوا مقليات كتير، بتاكلوا شوكولاتات وحلويات كتير، فهو هيعمل زيكم بالظبط وهيرفض ان هو ياخد الاكل اللي هو كويس ليه او الاكل الصحي اللي المفروض ان هو ياخده. عشان كده مهم جدا ان انتوا كمان تلتزموا باكل صحي زيه بالظبط عشان تقدروا تشجعوه وهو كمان يقلدكم في اللي انتوا بتعملوه. ممكن تحددوا له يوم واحد بس في الاسبوع زيكم بالظبط ياخد فيه الحاجه اللي هو نفسه فيها، لكن الاكل الغير صحي ما يبقاش طول الوقت متاح ليه وما يبقاش طول الوقت قدامه. لازم تاخدي بالك كويس قوي من العادات الموجوده حوالين ابنك او بنتك، لان اللي انتوا بتعملوه هو اللي هيخلي عند ابنك عادات كويسه او عادات صحيه سيئه. تاني حاجه لازم تتاكدي ان ابنك كل يوم بياخد 5 حاجات من الالياف، يا اما حاجات من الفاكهه يا اما حاجات من الخضار بالتنوع كده. الالياف دي مهمه جدا ليه عشان النمو بتاعه وعشان الفيتامينز والمينرالز الموجوده في جسمه هتساعده ان هو صحته تكون احسن. فمهم قوي انك تخليه ياخد 5 انواع، يا من الفاكهه او من الخضار او بالتنوع الاثنين مع بعض. الحاجه الثالثه ان انت لازم تخلي ابنك يلعب نوع رياضه اللي هو بيحبه، لازم يلعب كل يوم رياضه هو بيحبها، او رياضه في البيت مثلا او مشي سريع او يطلع السلم وينزلها مثلا. الرياضه دي هتساعد ان هو يحافظ على لياقته وعلى وزنه، كمان هتساعده انه ما يحصلوش سمنه وهتساعده ان عضلاته تبدا تنمو وتكون كويسه. الحاجه الثالثه ان انت ممنوع طول الاسبوع تقريبا تجيبي له اي انواع شوكولاتات او حلويات في البيت، لان لو انت جايبه حتى حلويات في الثلاجه وسايباها في الثلاجه مثلا بتقولي له ممنوع انك تاخد منها او هتاخد منها واحده بس في اليوم، فخليني اقول لك ان هو عمره ما هيسمع كلامك ابدا، لان الطفل بطبيعته ما عندوش اصلا اراده ان هو يعمل كده. هو ما دام شايف قدامه حاجه حلوه مثلا او حاجه هو بيحبها حتى لو مش صحيه فهو هياكلها، لان هو ما عندوش اراده. فانت من الاول ما تجيبيش الحاجات الحلوه في البيت عندك وتسيبيها قدام عينه، لانه غصب عنه هياكل منها ومش هيسمع كلامك. لكن زي ما قلنا خصصي له يوم واحد بس في الاسبوع ياخد فيه الحاجات اللي هو بيحبها. كمان لو انت عندك اطفال وواحد منهم عنده سمنه والتاني لا، ما ينفعش تفرقي بينهم في المعامله. يعني لو طفل منهم مثلا عنده سمنه والتاني لا، ما ينفعش يجيب اللي هو ما عندوش سمنه حاجات حلوه والتاني لا، لازم الاثنين يكونوا زي بعض بالظبط. النقطه الرابعه عودي ابنك من صغره ان هو ما ياخدش اي سكر خالص في اي حاجه هو بيشربها، عشان المخ بتاعه يتدرب وحساسات التذوق في اللسان تتدرب ان هو ما ياخدش سكر او ما ياخدش من صغره على طعم السكر. ده هيكون مفيد جدا وهيبني عنده عادات صحيه بعد كده. ونفس الكلام بالنسبه للملح، برضو عوديه ان هو ما ياكلش حاجات حادقه او حاجات فيها ملح كتير، لان السكر زيه زي الملح بالظبط، الاثنين مضرين جدا ليه ولصحته. النقطه اللي بعد كده لازم تفهمي ابنك ان هو ياكل لما يحس ان هو جعان، واول ما يحس ان هو شبع يوقف اكل على طول ويتدرب على كده من صغره، لان ده هيفيده جدا بعد كده ان هو ما يحصلوش شراهه او نهم للاكل او للحلويات والسكريات بصفه عامه. لان الطفل لما بياكل فوق طاقته هو بيتعود على كده ويبدا يحصل له سمنه من غير ما يحس. فانت عشان ما تضرهوش او ما يحصلوش سمنه في المستقبل مهم قوي انك تدربيه ان هو ما ياكلش غصب عنه او ياكل كميات كبيره من الاكل مره واحده، او ان هو ياكل وهو شبعان. لازم يتعلم من صغره ان هو لو جاع ياكل ولما يشبع يوقف اكل على طول. اوعي ابدا، لان الموضوع ده منتشر جدا للاسف. الام بتجبر ابنها ان هو ياكل غصب عنه او ان هو ياكل كميات كبيره من الاكل غصب عنه عشان بتبقى معتقده ان ده مثلا مهم لصحته، لازم الطفل يكون جسمه مليان عشان تكون صحته كويسه وكده. دي معتقدات غلط وعادات غلط. لو ابنك قالك ان هو شبعان خلاص خليه يوقف اكل وياكل كمان شويه لما يحس بالجوع، عشان الموضوع ده هيتحول لعاده بعد كده وهتلاقيه بدا ياكل كميات كبيره من الاكل وبعد كده هيجيله سمنه. وهنا انا مش بتكلم على الطفل اللي عنده نحافه، لان الطفل اللي عنده نحافه بيكون له بروتوكول تاني خالص وبيكون له معامله تانية خالص ولازم تحاليل وحاجات معينه عشان تعرفي ايه اصلا اسباب النحافه. لكن انا بتكلم عن طفل طبيعي جدا وتكوني السبب ان هو يكون عادات غلط من وهو صغير. النقطه اللي بعد كده ان انت ابنك فعلا لو جات له بقى سمنه في المرحله دي ابنك عضلاته وجسمه بتتبني، لسه هو هيطول ولسه جسمه هيبدا ان هو ينمو اكتر. لو هو عنده لسه بدايات سمنه فما تخافيش قوي من النقطه دي، بس اهم حاجه تحافظي على وزنه ثابت كده ما يزيدش عن كده. النقطه اللي بعد كده لو انت بقى لاحظتي ان ابنك حصل له سمنه بزياده، لو هو عنده زياده في الوزن كبيره قوي مع مضاعفات كتير، في الحاله دي انت محتاجه راي طبيب اطفال واخصائي تغذيه علاجيه يبدا ان هو يظبط له اكله ويعرف ان هو ازاي يتعامل مع حالته في المرحله دي.